السلام عليكم الشيرات، كي راكم دايرين؟ غايه لاباس الحمد لله. ان شاء الله الفيديو تاعي يوصلكم بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. مرحبا بالمشاركات تاعي كاملين، نقول لهم مرحبا بكم عندي في قناتي وصحيتوا على الدعم تاعكم. كما راكم تشوفوا اليوم باغي نخدم معكم كاطو بزاف شباب بزاف بنين وبي حلة جديدة وبمكون رهيب يجي روعة في المذاق والشكل تاعو يجي بزاف شباب. كيما راكم تشوفوا الا بغيتوا الوصفة نكملوا الفيديو للاخير. كيما راكم تشوفوا كما قلت لكم يجي بزاف شباب. كما راكم تشوفوا الشكل تاعو على شكل قلوب شباب بزاف. كما راكم تشوفوا هنايا كملوا الفيديو للاخير. هاد الكاطو انا راني دايرته وبصح ما كنتش دايره المونتاج للفيديو هذا وراني ندير في المونتاج. نتمنى الوصفه تاعي تعجبكم. كما راكم تشوفوا هنايا نبداو بالمقادير. انا عندي 250 غرام تاع دهان. كما راكم تشوفوا عندي 3 حبات تاع بيض غير صفار، عندي لاغوم تاع الكراميل، عندي كاس تاع سكر كلاصي، وعندي نص كاس تاع اللحظه كما راكم تشوفوا، وعندي الفرينه بطبيعه الحال باللم والعجينه والمكون اللي هو يجي بزاف به شباب. راني خدمت معاكم الكاطو على هذا الشكل وعلى هذا الذوق اللي هي الفرينه محيره كما راكم تشوفوا. وهنايا كيما راكم تشوفوا هذه لاغوم تاع الكراميل ونص كاس تاع اللحظه، وراني هنايا حيرت 2 كيسان تاع الفرينه هما اللي نلم بهم العجينه وما تبقى نكملها كيما قلت لكم. نعاودوا المقادير. عندي نص رطل تاع دهان، 3 حبات بيض غير صفار، كاس تاع سكر كلاصي، نص كاس تاع اللحظه، ولاغوم تاع الكراميل، وزوج كيسان تاع الفرينه اللي كنت حيرتها من قبل، والفرينه ما تبقى نكملوا بالفرينه عادي، ووحده تاع لا ليفر. هنايا نبداو على بركه الله. قدامي لا نبداو الفيديو كامل ان شاء الله. نصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. كما راكم تشوفوا هنايا غادي ندير الدهان كما راكم تشوفوا. غادي نزيد عليه سكر كلاصي نغربله بطبيعه الحال، نصيبوا فيه كويرات ولا نغربله كما راكم تشوفوا بالصفايه. نزيدوا عليه هنايا لاغوم تاع الكراميل كما راكم تشوفوا. كما راكم تشوفوا لاغوم تاع الكراميل. نزيدوا 3 صفار تاع البيض كما راكم تشوفوا. نحاولوا نخلطوا كاع هاد المقادير مع بعض حتى ينسجموا لنا. انا بغيت نوريكم الفيديو كاع من الاول باش تدوا فكره. كما راكم تشوفوا هنايا نلموا كاع داك سكر كلاصي مع الدهان مع لاغوم تاع الكراميل بطبيعه الحال. لاغوم هذه تاع الكراميل اليمونتير كما راكم تشوفوا. ونزيدو هنايا كاس تاع المايزينا، نفس الكاس اللي عبرنا به سكر كلاصي نزيدو به الكاس تاع المايزينا. ونزيدو هنايا نص كاس تاع اللحظه، الكاس تاني اللي عبرنا به نديرو به نص كاس تاع اللحظه. كما راكم تشوفوا نحاول بان نلم العجينه تاعي انايا وما نخلوهاش حتى تيبس. انا تعرفوا باللي الصابلي اي لابا تاع صابلي تبغي العجينه تكون طريه على هذا الشكل غير بصباحتينا نلمو. والمكون اللي غادي نزيدها دروك اللي هي 2 كيسان تاع الفرينه اللي كنت حيرتهم وخليتهم بردوا مليح كما راكم تشوفوا وغربلتهم. هنايا نبدا نلم في العجينه تاعي ونزيد هنايا لا ليفور شيميك، هنايا وحده تاع لا ليفور. هنايا سمحوا لي لما كنتوا تسمعوا فيا مليح شويه راني مريضه وقلت لكم راني مصورات هذا راني في واحد الدوجور ولا مازال ما طلعتهاش ومازال ما درتلاش المونتاج. بغيت ندير معكم المونتاج دروك. هنا نبدا نلم في العجينه تاعي تنحصلوا على العجينه تكون طريه. نبداو نزيدو هنايا في الفرينه عادي
كما راكم تشوفوا. وهنايا زدت كمية قليلة من الفرينة العادية اللي ما كنتش محمصتها من قبل، حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية. انايا غادي نلمن العجينة تاعي على هذا الشكل كما راكم تشوفوا. هي العجينة تاعي. وهنايا نجيب بلاستيك ولا بورصه كما ولفتكم باش تعاوننا وميم طون ما تخسرناش الشكل تاع الصابلي تاعنا، ونحل عادي بالحلال كما راكم تشوفوا. نقسم هنايا كميه من العجينه ونحلها على هذا الشكل. هنايا شويه كم تشوفوا شويه هذاك الاخر غبني بلاستيك ولا يتهز لي كما راكم تشوفوا. حليتها على هذا الشكل ودرتها بالمول تاع القلب ولا الطابع تاع القلب كما راكم تشوفوا. هذا فيه مدرس وفيه السامبل. انا درت بالسامبل، خيرت السامبل ونبداو نقطعوا في الحبات تاعنا عادي كما راكم تشوفوا. وراني دايره الفور تاعي يحمى على 180 درجه. وهنايا نبدا نرفد. انا نرفد بالخدمي عادي، خدمي الجهه اللي ما تقطعش شغل ماهيش قاطعه. وهذا هو الشكل تاع الصابلي تاعي، وهذا هو السمك. هنايا باين لصق الحبه مع الحبه على بها رققتها كاع كيما هكا كما راكم تشوفوا. وهنايا راني نحط في البلاط تاعي اللي يدخل للفور كما راكم تشوفوا. نبدا نفرد في الكاطو تاعي بشويه باش الحبات تاعنا يجونا، الحبات تاعنا يجونا متساويين. وهنايا طبحت بعد ما طبحت كاع هذاك الكاطو تاعي ها هو على هذا الشكل تاعو. غادي ندخله هنايا للفور يطيب ونرجع معاكم. وهنايا بعد ما طاب الصابلي تاعي، انا هذا اللون تاع الفرينه المحيره اللي درتها وميم طون الصابلي قلت لكم لازم طيبوه مليح مليح باش كي زعما يقعد لكم ما يوليش يتفتت غير روح، يقعد شاد روح وتقعد هذيك القرمشه فيه. صدقوني هذا الكاطو يجي بزاف 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 بنين عن تجربه. نتمنى تجربوه وتردوا لي في لي كومونتير. وهنايا عندي انايا كل واحد وش كيفاش يبغي يدير، يبغي يلصق بالكونفيتور ولا باي حاجه. انا عندي كما وريت لكم الشيكولا ولا شوكولا اوبتيلا تاع طلاء طاختيني. غادي نلصق الحبه مع الحبه كما راكم تشوفوا. نديرو هنايا في الوسط ونلصقوا الحبه زوجه. هيا الحبه تاعي تاع الكاطو. الشكل تاعها يجي بزاف شباب. هنايا راني نلصق كاع نكمل الكاطو تاعي على هذا الشكل. وهنايا اللي تبقى كاع نقلعوها كما راكم تشوفوا.